مش كل طلب انت بتطلبه يكون موافق لمشيئة الله او يكون لصالحك. انت ايه اللي عرفك؟ ربنا عارف الخفيات بطريقة انت ما بتعرفهاش. جايز انت تقدم على وظيفة وتصلي كتير والوظيفة ما تجيش، وربنا عارف انك مش هتستريح في الوظيفة دي، وجايز يجهز لك وظيفة احسن منها. نحن لا نعرف ايه المفيد لينا، ربنا يعرف اكتر مننا. فلازم الحاجة اللي الواحد يطلبها تكون موافقة لمشيئة الله وموافقة لحكمة الله وحسن تدبيره. جايز تكون الحاجة مش كويسة وجايز تكون كويسة، لكن ربنا بيدور على حاجة أفضل منها. طب أعمل إيه وقت ضيقي؟ وقت ما رأي الناس يتغير فيا، وقت ما ضاق الكون حواليا. في وقت ضيقك انسي الناس، انسي كل حاجة حواليكي، التجئي لربنا وبس. أنت تعرف، أنت تفهم كل جرح صار فيا، أنت ترفع الألم، أنت تحيي الروح فيا. أنت تعرف، أنت تفهم كل جرح صار فيا، أنت ترفع الألم، أنت تحيي الروح فيا. أنت تجرح، أنت تعصف، أنت صرت الآن ليا. في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك، ليس عند الناس رأيا حانيا بل لديك. في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك، ليس عند الناس رأيا حانيا بل لديك. لا أريد أن أرى نفسي في رأي الناس فيها، فهو رأي يتغير ليس فيه من هوية. لا أريد أن أرى نفسي في رأي الناس فيها، فهو رأي يتغير ليس فيه من هوية. ليس مثل الله ثابت يبقى باكر كالعشية. في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك، ليس عند الناس رأيا حانيا بل لديك. في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك، ليس عند الناس رأيا حانيا بل لديك. أنت تعرف كل شيء، قادر في كل حين، أنت ترعى الكون كله، كيف أحيا في أنين. أنت تعرف كل
شيء قادر في كل حين أنت ترعى الكون كله كيف أحيا في أنين كامل أنت قدوس لا تغير كالسنين في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك ليس عند الناس رأيا حاليا بل لديك في وقت ضيقي أركض ألتجئ إليك ليس عند الناس رأيا حاليا بل لديك